السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا طلاب الموازي، إن شاء الله تكونوا بخير. بهذا الفيديو راح نتكلم لكم عن الموازي. أول شيء نشرح لكم طريقة التقديم على الموازي، وقبل لا ندخل بطريقة التقديم على الموازي راح نوضح لكم هواي أمور ممكن أنتم ما تعرفوها. طبعا الطلاب اللي حق لهم يقدمون على الموازي طلاب هذه السنة وطلاب السنة اللي فاتت، كل فئة طلاب لهم رابط، يعني طلاب هاي السنة لكم رابط واستمارة خاصة، طلاب السنة اللي فاتت أيضا لهم رابط واستمارة خاصة. الروابط راح تلقوها بصندوق الوصف، وكذلك مثبتات بأول تعليق. وين مثبتين؟ بأول تعليق على هذا الفيديو. فأنتوا إذا طلاب هاي السنة تدخلون على الرابط مالتكم، وإذا طلاب السنة الماضية فأيضا تدخلون على الرابط مالتكم. الموضوع الحلو بهذه السنة إنه الطالب ما يحتاج يفعل الرقم الامتحاني. بالنسبة لطلاب هاي السنة ما يحتاج تروح لأقرب جامعة عليك وتفعل الرقم، لا، مباشرة تقدم. هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية، طلاب السنة اللي فاتت ما أعرف إذا يحتاج تفعلون الرقم الامتحاني أو لا، لكن على الأغلب ما يحتاج، لأنه أنا ما جربت فقط طلاب هاي السنة. ما عندي طالب العام الماضي حتى قدم له، عندي طالب هاي السنة قدمت له. طلاب العام الماضي دخلوا على الرابط مالتكم، دخلوا رقم الامتحان والرمز السري، إذا اشتغل فما يحتاج أنتوا تفعلون الرقم لأنه راح يشتغل طبيعي. فأنتوا أول ما راح تدخلون على الرابط راح تطلع لكم هاي الواجهة، البوابة الإلكترونية دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة. يريد من عندك تدخل الرقم الامتحاني والرمز السري. فأول شغلة سويها أنا كتبت الرقم الامتحاني، مرة ثانية رجعت كتبت الرمز السري، ورا ما كتبت الرقم الامتحاني والرمز السري طلعت لي هاي دا، شوفوها قدامكم، هذا المربع الأخضر مكتوب 84880. الطالب هنا يكتب هذا الرقم اللي هو 84880 ويضغط على كلمة تسجيل مثل ما تشوفون قدامكم. هسه أنا كتبت 84880 وبس أضغط على كلمة تسجيل مباشرة، يعني أضغط عليها كلمة تسجيل، راح أدخل على الاستمارة مال الموازي، راح تطلع لي هاي الواجهة، راح تطلع لي معلومات الطالب، اسم الطالب الثلاثي، الفرع والجنس، المحافظة والمدرسة. تمام. هنا عاد ملاحظات هاي إذا تحبون تقروها، وإذا ما تردون تقروها لا تقروها، مو مشكلة. بس المهم انه انت اي طالب يقدر يقدم، حتى اذا كنت مقدم مسائي او اهلي فتقدر تقدم على الموازي. معلومات تخص المعدلات انا شارحها في فيديو سابق اذا تحبون اقروها، ومعلومات مهمة اللوخ يعني تقدرون تستفادون من عندها وتقروها. الكليات الطب الحد الادنى لازم اقل معدل 96.6، كليات طب الأسنان 95.8، كليات الصيدلة 95.5. يعني هسه هنا 95.5، إذا جاء طالب معدله 95 عدل مو 0.5 ما راح يقدر يقدم على كليات الصيدلة، ما راح يطلع قدامه صيدلة. تمام. يعني هسه راح أفهمكم شلون راح يطلع صيدلة وإلى آخره من هذه الأمور. فأهم شيء تحفظون ذا النوايا، إذا أنت 96.6 يحق لك تقدم على كليات الطب، إذا جوا 96.6 ما يحق لك. إذا معدله 95.8 يحق لك تقدم على طب الأسنان، إذا جوا 95.8 ما يحق لك، إذا 95.5 يحق لك، وإذا جوا 95.5 فما يحق لك تقدم على كليات الصيدلة. طبعا ورا ما تقرون هذا الأشياء اللي قلت لكم عليها جدا مهمة، أكو مربع جوا هذا تشوفونه، نعم اطلعت على التعليمات أهله، تضغط على هذا المربع الصغير، ورا ما تضغط راح تصير عليه علامة صح، هذا المربع راح تصير علامة صح مثل ما تشوفون قدامكم. من ضغطت صارت علامة صح على هذا المربع، وانفتحت له هاي الخضرة، هذا الخضرة انفتحت لي كلمة متابعة، اضغط على كلمة متابعة راح تفتح لي الاستمارة. هنا الحكي المهم الاستمارة. طبعا اول شغلة قدامكم رقم 1، يعني هاي اول تقديم او اول خيار الي. فانا شو اسوي؟ اضغط على كلمة يرجى اختيار جامعة. من راح اضغط على كلمة يرجى اختيار جامعة، يعني اول صندوق راح تطلع لي الجامعات، اختار الجامعة، مثلا اختار جامعة بغداد. تمام. جامعة بغداد، ورا ما اختارت جامعة بغداد اروح على هذا الخيار جواها يرجى اختيار، راح يفتح لي هنا يرجى اختيار كلية او معهد، اضغط عليه راح تطلع لي الكليات بهاي الصورة مثل ما تشوفون قدامكم، جامعة بغداد كلية الطب، جامعة بغداد طب الكندي، طب أسنان، صيدلة وإلى آخره. طبعا الطالب اللي هنا اللي أنا أريد أقدم له معدله 97 فتطلع له كلية طب، وتطلع له طب أسنان، وتطلع له صيدلة. مثلا هذا الطالب لو معدله جوا المعدل المطلوب للطب العام اللي قرأناه بالبداية اللي هو هذا، هسه أذكركم به،
هذا يعني 96.6 فما فوق. انا الطالب بدي اقدم له معدله 97. لو معدل هذا الطالب بدي اقدم له 96 ونص، كان هذن الخيارات ما طلع لي. تشوفون هسه يعني معدله لو 96 ونص كان هاي الطب وطب الكندي ما طلع لي، بس ما دام 97 فطلع لي، فاقدر اختارهن. تمام. هسه مثلا انا هنا اختاريت جامعه بغداد وورا اختاريت كليه الطب. تمام. هذا اول خيار بالنسبه لي. اريد اضيف خيار ثاني، اريد اضيف بعد خيار ثاني، اريد مثلا بغداد صيدله او كوفه طب الى اخره. فهنا اضغط على هذا الزائد، تشوفونه قدامكم. من راح اضغط على هذا الزائد اللي هو هذا، يعني ورا ما اكمل الخيار اللي اختاريته اني اضغط على هذا الزائد. من راح اضغط على هذا الزائد راح تطلع لي هذه، راح تطلع لي هاي الثانيه، خيار رقم 2. وايضا يقول لك يرجى اختيار جامعه ويرجى اختيار كليه ومعهد. اختار الجامعه واختار الكليه قبل لا اختار الجامعه والكليه. تشوفون هذا الزائد والناقص قدامكم. تمام. هسه انت هنا خيارين عندك، تريد تحذف واحد منهن اضغط على الناقص. مجرد تضغط على هذا الناقص راح ينحذف الخيار اللي عندك، هذا يبقى بس الاول. تمام. هاي للتوضيح يعني. هنا عاد هسه الاولى اختاريتها انا وكملت، الثانيه بعد ما مختار بس فتحتها. فابدا اختارت مثلا جامعه الكوفه كليه طب الاسنان على سبيل المثال. يعني انا هسه ما قدمت، لا انا هسه ما قدمت، انا مجرد دا اوضح للطلاب. جامعه الكوفه كليه طب الاسنان. تمام. اذا هذا الخيار ما عجبنا اريد احذفه اضغط على هذا الناقص. تشوفون قدامكم هذا الناقص اضغط عليه. واذا اريد اضيف خيار ثالث اضغط على الزائد. مجرد اضغط على الزائد راح ينفتح لي خيار ثالث مثل ما تشوفون قدامكم. خيار الاول كملت، الخيار الثاني كملته، طلع عند الخيار الثالث. هم اختار كليه، طبعا الجامعات التقنيه تلقون بها المعاهد، والجامعات العاديه تلقون بها الكليات. اختار الكليه او المعهد اللي اريده، الترتيب حسب رغبتك. تريد معهد بالبدايه، تريد معهد بالاخير، بكيفك. شو تريد تصفط. يحق لك خيار واحد اقل شيء، واكثر شيء 10 خيارات، ويحق لك 2 او 3 او 4 او 5 او 6 او 7 او 8 او 9 بكيفك. من 1 الى 10 ايش قد تريد تحط خيارات حط. تمام. ورا ما تكمل خياراتك 1 او 2 او 5 او 7 او 10 بكيفك، تضغط على كلمه متابعه. تمام. تضغط على كلمة متابعة. من تضغط على كلمة متابعة راح يطلع لك ذني عزيزي الطالب لقد قمت باختيار الكليات الآتية. تقرأ الكليات اللي اختاريتهم وتتأكد من عدهن هن الجديد لو لا. تمام. تتأكد من عدهن 100%. هاي الكليات اللي انت اختاريتهن. ورا ما تتأكد من عدهن 100% والتسلسل مالتهن، هم تضغط النوب على كلمة متابعة. مرة راح تضغط مرة اللوخ على كلمة متابعة راح يطلع لك هذا الخيار أو هذه الإيقونة، يقول لك يرجى ادخال الرقم الامتحاني لتاكيد الارسال. فانت تدخل الرقم الامتحاني مالتك، ورا ما تدخلت تضغط على كلمه ارسال وخزن. مجرد تدخل الرقم وتضغط على كلمه ارسال وخزن راح تطلع هذه الواجهه قدامك. تم خزن بياناتك بنجاح، تمنياتنا لك بالموفقيه. وهاي جوه لتحميل الوصل اضغط هنا، فاضغطوا على كلمه لتحميل الوصل، اضغط هنا. ما راح تضغطوا على كلمه لتحميل الوصل راح يطلع عندكم وصل بالخيارات مالتكم اللي انتم قدمتوها، واللي هنا تكون كملت عمليه التقديم. ملاحظه اخيره بخصوص المعدلات والقبولات، مو انت مثلا معدلك 98 ويا الموازي ايش قد راح يصير 101، راح يعطوك 3 درجات اذا تريد تقدم على كليات الطب. مثلا كليه الطب بجامعه دياله قابله 100 وانت معدلك 98 راح ينطوك 3 راح تصير 101. تمام. من راح تصير 101 مو معناها انت حطيت القبول مال جامعة ديالى كلية الطب موازي بجيبك، لا مو هيك الموضوع. الموضوع راح تصير منافسة بينك وبين بقية الطلاب، راح يحصلون مثلا جامعة ديالى كلية الطب مخصصة 50 مقعد موازي، راح يقدمون 150 طالب موازي، هي تريد بس 50. ايش راح تسوي؟ راح تختار اعلى 50 طالب من حيث المعدل. تمام. اعلى 50 طالب من حيث المعدل، فهي راح تختارهم وتخليهم ينقبلون. هذا الكلام ينطبق على كل الكليات، والترتيب قلت لكم لازم يكون حسب رغبتكم. يعني انت تريد طب ديالى، اذا ما عجبك طب ديالى تريد طب اسنان كركوك، اذا ما طلع لك طب اسنان كركوك تريد صيدله تكليت. هيش ترتيبك لازم يكون حسب رغبتك.
تمام. ويحق لك من 1 إلى 10 خيارات. واجور الموازي انا حاكي عنها في فيديو سابق تقدرون تشوفونه، وايضا راح انزلها لكم قناه التليجرام، فتابعوا قناه التليجرام اول باول، راح انزل لكم الاجور. طبعا اكو فيديو جدا مهم عن الموازي نزلته قبل اسبوع بالقناه، هذا الفيديو يتكلم عن الاجور وعن اخر اخبار الموازي، اخر اخبار اجور الموازي وما يتعلق به بهذا الموضوع. وان شاء الله اتمنى تكون الفكره وضحت لكم، وبالتوفيق يا رب.